السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. بداية خلونا نكسب الصلاة على الحبيب محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. بعتذر كثير أخواني الكرام عن عدم النشر بشكل متواصل ومكثف بالنسبة للأخبار، لكن رح نشتغل على هي السياسة، وإن شاء الله نوعا ما نخفف فيديوهات ونقدم فيديوهات فيها معلومات أكثر. اليوم رح نحكي عن نقطتين مهمة. تمام؟ بالنسبة لموضوع ال 1200 اللي كثير من الناس سألوا، بالنسبة أنا معي رابور طبي بنسبة 60% و70%، هل يا ترى بيشملني هي الراتب؟ رح نحكي بالتفصيل وكيف تقدم ومين اللي بيشمل ومين اللي ما بيشمل، لأنه كثير من الاستفسارات بشوفها بقسم التعليقات. هي التوضيح لكم. أيضا أصدقائي الكرام، بالنسبة للمنظمة اللي نحن شرحناها كمان امبارح بقيمة 3000 ليرة أول 10 أيام لما بتجيك الموافقة، وبعدين بصير في عندك راتب شهري بشكل متواصل من هي المنظمة. كثير من الاستفسارات شفتها انه هي الرقم احتيال، ممكن يكون لما عم يحولنا بعد الفوروم او على الموقع من خلال جوجل. راح اشرح لكم بالترتيب. طبعا بالبداية يعني مثل ما تعودتوا علينا، صرنا 4 سنين ما بنقدم غير الشغلات الموثوقة، واذا في رابط حقيقي لمنظمة معينة نحن بننزله على مسؤوليتنا الشخصية. بداية الامر بالنسبة للاشخاص مشان اللي بده يستفيدوا من 1200 ليرة، إذا كان لدى العائلة فرد أو أكثر لديهم إعاقة بدرجة 40% وما فوق بتقرير موثق وصالح وصادر من قبل الحكومة التركية أو مشافي الدولة، في هذه الحالة يمكن التقدم بطلب إلى المشروع اللي بتدعمه الهلال الأحمر أو التركي أو كازالاي، مشان يقدموا للناس العاجزين أو اللي عندهم نسبة إعاقة واللي هي إعاقة حادة، يستفيدوا من 1200 أو 600 ليرة وعلى حسب الإعاقة. يمكن الوصول إلى العناوين المستشفيات عبر الرابط التالي. أنا هي الكلام كله راح أترخ لكم إياه وأوضع لكم إياه بالتعليق الأول مثبت، لأنه في رابط مشان تعرفوا أنتم عناوين المشافي. بالإضافة إلى ذلك الرقم أو عن طريق الحجز على 182 كمان بإمكانكم تتواصلوا من خلاله للأشخاص اللي ما بتعرف تحجز، أو من خلال الرابط للحجز بشكل مباشر، كمان راح أوضع بالتعليق الأول المثبت. بالنسبة للناس اللي عندهم أو اللي بده يطلعوا رابورات طبية، من أجل الاستفادة من مساعدة حالة العجز الحاد يتطلب وجود تقرير طبي صالح وصادر عن مستشفى حكومي بحيث يظهر فيه درجة العجز بنسبة 50% أو أكثر، للإشارة إلى أن حامل هذا التقرير لديه عجز حاد. وصلت الفكرة أخواني الكرام؟ يعني في أشخاص معهم رابورات طبية 40 30 وإلى آخره وحتى لحد 70، لكن ما في عندهم عجز حاد. تابع أخي الكريم. يجب أن يشير التقرير إلى وجود اتكال تام، يعني أنت ما عندك القدرة للعمل بشكل نهائي. في التقرير الصادر وفق النموذج الجديد للأطفال يجب أن يشار التقرير إلى أحد الحالات التالية. بدنا نتابع أخواني الكرام. وجود درجة عالية من الاحتياجات الخاصة. 2. وجود احتياج خاص محدد بوضوح. 3. وجود احتياج حالة خاصة. طبعا أصدقائي الكرام هي الكلام مو مني، هي الكلام صادر من الهلال الأحمر التركي. يعني بتقول لي أخي الكريم مثلا أنا معي عجز بنسبة 80%، معي عجز بنسبة 70%، إذا ما في هي الأنواع من العجز موجودة وموثقة على رابورك الطبي ما بتستفيد. والهلال الأحمر التركي كل شهر بشهر وبشكل مستمر شو عم يعمل؟ عم يرجع يعمل تأهيل للعائلة ويرجع يطلع على معلومات العائلة، إذا مستحقة مباشرة بيبعثوا لك رسالة تفعيل ال 1200 ليرة بتستلمها بالشهر الحالي أو الشهر القادم. يعني مو كل شخص معه رابور طبي رح يستفيد من هي المبلغ. حبيت إني أوضح هي الجزئية. خلونا ننتقل مع بعض أخواني الكرام للفقرة الثانية. كثير من الناس صار في عندهم استفسارات بخصوص المنظمة. طبعا أخواني الكرام منظمة معترف عليها ومنظمة تركية وغير ربحية. تمام؟ أنا اليوم يعني ما إلي غاية أني مثلا أنشر خبر وبنفس الوقت أنه يكون مثلا مو صحيح أو رابط مو صحيح. أخي الكريم، في حال تم توجيهك وأنت قدمت حصرا بده يكون المتقدم في عنده حساب بنكي في حال القبول. تمام؟ أنت لما حاطي لك اتقر، أنا امبارح خربطت قلت لكم تي جي، هو مو تي جي. بتحط تمام أخي الكريم، بتحط الآيبان. متى ما حطيت الايبان وكفيت التسجيل بشكل كامل، انت راح يتم تحويلك. لما بتعطيه تقدم بيعطيك تحويل يا اما على جوجل يا اما بيعطيك تحويل على رقم المنظمة او رقم الموظف. انت هون بدك تتواصل معهم بالتركي.
تشرح لهم شرح كامل بخصوص هي الموضوع. تمام؟ حبيت نوصل هي الفكرة. قدموا اخواني الكرام، لما انت بتتواصل معهم مثلا تشرح لهم وضعك الخاص بدون ما ترسل معلوماتك الشخصية، واذا هن طلبوا معلوماتك الشخصية ارسلها. تمام؟ وان شاء الله عسى ولعل انه جميع الناس يستفيدوا من هي المساعدة. اليوم احنا الغاية الاولى والاخيرة عم ننشر مثل هيك اخبار مشان انتم تستفيدوا من هي الموضوع. وفي كمان اخونا عبادة كمان شرح تفصيلي بخصوص هي المساعدة. اليوم اخواني الكرام انا لما بوجهكم على شخص معين، الغاية منه مو اعلان، الغاية منه مو شهرة. خلص طالما في شخص عم يفيد الناس، حق علينا نحن اليوم كاعلاميين، اليوم ما حدا افضل من حدا، حق علينا انه نساعده ونعينه حتى يوصل المعلومات اللي عنده، لطالما في عنده بذرة خير وحابب انه يساعد هي الناس. الله يبارك فيكم جميعا والله يجزاكم الخير. ايضا اخواني الكرام راح اترك لكم رابط الشرح للاخ عبادة بالتعليق الاول المثبت، وكمان فوتوا اشتركوا عنده، ويوميا هو كمان عم يطلع الناس على مساعدات. الله يبارك فيكم جميعا والله يجزاكم الخير. اي سؤال او اي استفسار كتبوا لنا ايضا بقسم التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.